جدع وهقول حاجه اكسكلوسيف في برنامجي. انا بعمل تجربه لمسلسل في رمضان، فكرتي بس مش انا السكريبت رايتر برضو، بس انا البطل بمثل. نعم، السنة دي رمضان داخل بمفاجأة تقيلة جدا، ومش هخبي عليكم أنا متحمسة جدا للمشروع ده. الصراحة يا جماعة، محمد سامي قرر يغير اللعبة تماما وياخد خطوة جديدة قدام الكاميرا كبطل. الراجل اللي طول عمره بيقود النجوم دلوقتي هنشوفه كنجم، ومن غير مبالغة سامي واحد من الناس اللي فاهمين الجمهور جدا، بيعرف يعمل حالة ويشدك للعمل حتى لو كنت داخل تنتقد. وبما إننا عايزين نمشي بالحق، ممكن يكون في ناس مختلفين عليه، بس ما ينفعش ننكر إنه ستار ميكر، وإنه بيعرف يصنع نجم وبيعرف يختار صح، وده في حد ذاته موهبة كبيرة جدا. بالمناسبة دي مش أول مرة نشوفه قدام الكاميرا، كان عامل ظهور صغير كده في مسلسل آدم، بس المرة دي الموضوع مختلف، بطولة كاملة ورؤية جديدة. ولما سألوه مين هيوجهك في اللوكيشن قال المخرج، ولما سألوه تاني هتلتزم برؤيته رد باحترام كبير. بعد 23 سنة شغل و15 سنة إخراج، أقل حاجة أساعد المخرج يعمل شغل كويس. هي الخطوة دي جراءة، ثقة، وتجربة لازم تتشاف، وأنا فعلا متحمسة أشوف محمد سامي قدام الكاميرا، واثقة إن عنده وجهة نظر هيبان تأثيرها على العمل. السؤال دلوقتي، هيكمل نجاحه قدام الكاميرا زي ما عمل وراها؟ رمضان هيوضح لنا الموضوع ده. قولوا لي بقى، انتوا متحمسين زيي ولا مستنيين تشوفوا النتيجة الأول؟